مرحبا أصدقائي في فيديو جديد من سلسلة أفكار الشطرنج. اللاعب الأبيض كيفتتح بالحصان ديالو هنا باش يسيطر على هذين المربعين المركزيين من الرقعة. اللاعب الأسود يدفع بيدق الملكة من أجل مواجهة هذه السيطرة والسيطرة على مربعات من مركز الرقعة. وهنا يقوم اللاعب الأبيض بتحدي هذا البيدق المركزي ويقوم بدفع بيدق الإي 4 لمواجهة هذا البيدق. يقوم اللاعب الأسود بقبول هذا البيدق ومهاجمة الحصان. يتقدم الحصان طالبا البيدق، فيقوم اللاعب الأسود بتفعيل حصانه مدافعا عن البيدق. يقوم اللاعب الأبيض بدفع البيدق الملكة متحديا مرة أخرى هذا البيدق المركزي، فيقوم اللاعب الأسود بأخذ البيدق ثم يستعيده اللاعب الأبيض بالفيل. وهنا كما تلاحظون اللاعب الأسود بدأ يستشعر نوعا ما الخطر المحدق به، وهو وجود حصان متقدم يسيطر على الكثير من المربعات، يسيطر على هذا المربع مثلا بدعم من هذا الفيل، ويسيطر على هذا المربع ويمكنه القفز أيضا إلى هذا المربع. فيقوم في حركة يائسة اللاعب الأسود بمحاولة طرد هذا الحصان، لكن هذا الحصان العنيد لا يعود إلى الوراء، فيقوم باقتلاع هذا البيدق طالبا أخذ الملكة أو القلعة. وهنا يضطر الملك الأسود إلى أخذ الحصان، فيقوم اللاعب الأبيض بوضع الفيل في وجه الحصان تاركا الملكة بدون حماية. يأخذ الملك الحصان ثم يقتلع اللاعب الأبيض الملكة، وبهذا يكون للاعب الأبيض امتياز الملكة وبالتالي سيطرة تامة على الرقعة. الفخ القادم أعزائي المشاهدين، الأبيض يفتتح ببيدق الملك E4. الأسود يدفع أيضا بيدق الملك. الأبيض يقوم بتفعيل حصانه هنا مهاجما هذا البيدق. الأسود يقوم بتفعيل حصانه هنا مدافعا عن هذا البيدق. الأبيض كيف فعل الفيل ديالو هنا مستعدا للتبييت في الحركة القادمة. الأسود يقوم بتفعيل حصانه هنا مهاجما هذا البيدق. فيقوم هنا اللاعب الأبيض بالقفز بحصانه إلى هذا المربع، أولا مدافعا عن هذا البيدق، وثانيا وأهم شيء مشكلا بطارية هو والفيل على هذا البيدق ومستعد لاقتناعه إن سمحت له الفرصة. هنا اللاعب الأسود لمنع هذا الاتصال الذي يشكله الفيل والحصان على هذا البيدق يقوم بدفع هذا البيدق من أجل التغطية على هذا الاتصال. فيقوم اللاعب الأبيض هنا بأخذ هذا البيدق، يستعيده اللاعب الأسود بالحصان، وهنا يكمل اللاعب الأبيض خطته ويقوم بأخذ هذا البيدق مضحيا بحصانه. فيستعيده اللاعب الأسود بالملك، وهنا يقوم اللاعب الأبيض بالتحرك بملكته هنا محررا إيشيك، ثم يتراجع الملك إلى الوراء متخبيا بهذا البيادق. فيقوم هنا اللاعب الأبيض بأخذ هذا الفيل، وفي حركة يائسة من أجل تأخير المات يقوم اللاعب الأسود بأكل هذا الفيل، ثم يستعيده بالملكة محررا إيشيك، ثم يدفع فيله فيأخذها بالملكة إيشيكيما.